السؤال الوجودي اللي محير كل الرجالة، مالِك؟ ما فيش. الجهل بإن الست إيه اللي مزعّلها دلوقتي أو هي بتمُر بمرحلة هرمونية معيّنة مخلّياها عصبية، والّا هي دي عصبية بجد في حاجة هي مفتقداها فعلًا أو حاجة مضايقاها، يعني الجهل بالحتّة دي من أكتر الحاجات المزعجة في أي بيت بصراحة ما بين أي راجل ومراته. الست مش دايمًا بتكون عصبيتها هرمونات، يعني خلّينا نقول برضه الحقيقة كاملة، لأ، أحيانًا الست بتكون عصبية بسبب إن في فيتامينات نفسية معيّنة هي مش واخداها ومش شبعانة منها. أهمها الشعور بالأمان، إنها تحس إنها مسنودة. الأمان أحيانًا إن أنا لمّا أبقى متضايقة وعايزة أفضفض هالاقي حد يسمعني، إن أنا لو باعيط ومتضايقة على حاجة هايفة هالاقي حد يحتويني، مش أكتر من كده. وطبعًا الأمان المادي مهم، إحنا مش بنغفله تمامًا، بس الحاجة اللي بتجيب أوي، يعني الجون أوي، إن الست تحس بالأمان العاطفي مع الراجل. حاجة تانية من الحاجات اللي بتأثّر أوي في عصبية الست هي الوحدة، لمّا تحس إنها عليها كل حاجة، هي الوحيدة اللي لو ما عملتش ده عمره ما هيتعمل، لو ما افتكرتش ده عمره ما هيتقضي، المشوار ده مش هيخلص، الدكتور ده مش هنروحه. بيبقى مهم أوي إنه إحنا نلاقي التوازن عند الراجل اللي طول الوقت بيشتغل برّه البيت وسايب الست حرفيًا فعلًا بتعمل جزء كبير أوي، مجهود كبير جدًا بدني في البيت والولاد، هو مش سايبها، هو الحياة معارك، هي معركتها جوّه أكتر في رعاية الأطفال ورعاية البيت وإقامة البيت والكلام ده كلّه. هو بس فكرة الإحساس بالمشاركة، إن أنت حتى لو أنت وجدانيًا يعني جسديًا مش هتعرف تكون معاها، حاول إن أنت تبقى بس بتطمن، بتتابع معاها عملتِ إيه، طب تحبي أساعدِك في كذا، ويا ريت بقى كمان لو أنت عندك وقت أو تقدر تعمل وقت وتشيل عنها مشوار من المشاوير، ده بيضعف حجة الست في إن أنا دايمًا لوحدي، باعمل كل حاجة لوحدي، العبء كلّه عليَّ، العبء حتى الذهني والنفسي في تربية الولاد. لمّا بتحس إنها شايلة المسؤولية دي كلّها لوحدها بتبقى مغذي كبير جدًا لتانك العصبية.